العالم نزل الكاس بتاعه وبص لي اخيرا في عيني وقال لي الطول ده موجود فعلا، بس مفيش اي نسبة من اللي احنا عايزينهم ومقبولين عندنا بتساوي الطول ده. لوريل بصيت لي ومفيش نسبة دقيقة خالص، ودي هي النقطة اصلا اللي بنتكلم فيها. واحد من العلماء اعترض وقال لك كل رقم في الدنيا لازم يكون جوه النظام المعروف بتاعنا، بس الطول ده برضه بره النظام ده خالص. رحت كاتب الرمز تاني، الجذر التربيعي الاتنين. الرقم ده حقيقي بس الارقام الصحيحة بتاعتكم مش عايزة تعترف بيه. بو قعد يبص للمربع والأدم وينادي عليه يا والدي، بس ادموند مردش خالص، وشه جاب الوان وشحب قبل ما باقي العلماء يفهموا ايه التهديد اللي بيحصل ده. الباقي كلهم كانوا لسه بيجربوا الفئة الجديدة دي، بس هو كان باين عليه ان هو عارف الخطورة ومدركها تماما. شكيت وقتها ان ادموند شاف رقم الشيطان ده قبل كده، بس ما كنتش قادر اثبت ده. نائب رئيس الجمعية مسك الورقة وقال لو الكلام ده صح يبقى اساسا مدارس الارقام الصحيحة كلها ناقصة وغير كاملة. عالم تاني صلح وقال له لا دي مكسورة وميتة خالص. الناس كانوا لسه بيمدحوا في إرث عائلة كيجنسلي من دقايق، ودلوقتي بيطالبوا بسجلات وتفسيرات وإجابات. وادموند ما كانش عنده أي رد يقوله. وش أبو اتلوى من الغل وصرخ فيا وقال لي ده ذنبك أنت. هجم عليا في نص القاعة وهو رافع إيده عشان يضربني. فيرونيكا اتحركت بسرعة البرق قبل ما رويل أو هالي يوصلوا ليا. مسكت بو من معصم إيده ولفت وراه وطبقت دراع ورا ظهره وكتفته تماما. اندفاعها ده خلص وهو صدره لزق في الترابيزه واللوحه بتاعت عيلته بقت تحت وشه مباشره. فيرونيكا صوتها كان هادي جدا وقالت انت خسرت مناقشه رياضيات يا بو، فانك تحاول تقتل ده تطور درامي قوي منك. هو حاول يقاوم مره واحده بس هي ضيقت المسك عليه اكتر. ابو وقف مكانه وما اتحركش. الاوضه كانت بتتفرج على اسطوره عيلته وهي بتقع وتنهار. ابو كان ضربه، ودلوقتي ست كبيره ومحترمه مثبتاه على ترابيزه الابحاث بتاعتها. بصراحه مش عارف هو كان فاكر لما يهجم عليا ده هيصلح ايه ولا هيغير ايه في النتيجة. ادمون قرب وقال سيبوني. فيرونيكا بصت لي الاول فهزيت راسي بالموافقة فسابته ووقفت حاجز بينا. ادموند واجه الضيوف وقال تصرف ابني غير مقبول، وقال الكسنجلي بتعتذر للسيد كندريك والبروفيسور هارجروف. هنربي بو وهنقدم اجابة رسمية على السؤالين دول خلال كام يوم. كلامه كان موزون ومسيطر عليه جدا، بس عينه ما نزلتش من عليا ولا لحظة. وقتها افتكرت ان الاعتذار ده عشان الجمهور اللي واقف بس. ادموند امر بو يمشي وانتهى الكلام. الضيوف مرجعوش يتكلموا مع بعض تاني زي الاول، بالعكس اتجمعوا حوالين الرسمتين بتوعي. لوحة الجسور السبعة كانت لسه متعلقة فوقيهم بس شكلها ما كانش مبهر زي الاول وبقت عادية. فيرونيكا فضلت قريبة مني بعد ما عالك جنسلي مشيت عن قرب. فرونكا كانت زي القمر ولسه بتبتسم بعد ما طبقت بو على الترابيزة. وبصراحة الستات الشاطرة والجامدة دي بتخلي التركيز في الرياضة صعب جدا عليا. فيرونيكا مدت ايديها وقالت فيرونيكا اشكوم، احنا شفنا بعض في الكلية قبل كده بس الليلة دي شكلها تعارف احسن بكتير. سلمت عليها وقلت اني اسمي كاسفيرا كندر، وواضح اني ببوظ المناسبات العائلية دايما. هي ضحكت وقالت ملاحظة فعلا، ممكن نناقش الرياضة بتاعتك في سرية. شاورت على لوريل وقلت البروفيسورة هارجروف هي اللي ماسكة الاوراق والابحاث. فيرونيكا قربت اكتر وقالت انا بسأل عنك انت. قلت لها لسه هحولك للبروفيسورة هارجروف برضه. قالت وهي حاطة ايديها على قلبها مرفوضة مرتين في دقيقة واحدة، ده ظلم وأسوأ منك. ضحكت وضغطت على ايدي مرة واحدة قبل ما تسيبني وتمشي. هايلي ظهرت جنبي فورا واتهمتني وقالت دي كانت بتغريك. قلت لها انا لاحظت انك كنت بتبصي، وهي كانت بتطبق بوع على الترابيزة، فالموقف كان تعليمي ومفيد. هايلي مسكت كمي وقالت هو انت بتبص لكل ست حلوة بتكلمك؟ بصت ليها وقلت لا انت احلى بكتير. هايلي اتجمدت في مكانها وايديها سابت كمي، والرد الغصب اللي كانت مجهزاه طار وبخر. لوريل عدت من جنبها ومعاها الرسمتين وقالت انتوا جايين ولا ايه؟ هايلي سابت كومي ومشت وراها من غير ولا كلمه، ودانها بقت حمراء من الكسوف. عند مخرج العزبه نائب رئيس الجمعيه وقفني وكان ماسك ورقه الجسور في ايده والمربع التاني في الايد التانيه. قال لي اثبات الجسور السبعه ده ممكن يقلب ابحاث قرن كامل، والرقم الجديد ده هيهز المجال كله من جذوره. انت مين يا كازفيرا كندر؟ قلت له انا مجرد طالب في اولى جامعه مش لاقي شغل وبيدور على العشاء. وطى صوته وقال لي خلي بالك عيلة جنسلي بيبتسموا في العلن وبيصفوا حساباتهم في السر، وانت دلوقتي حملتهم اكبر دين في حياتهم. بصيت لشبابيك العزبه المنوره. عيلة جنسلي خسرت برستيج 100 سنه
سنة في ليلة واحدة. اعتذارهم العلني ده كان شكله نضيف ومرتب، بس النتيجة الجاية هتحصل ورا أبواب مقفولة في مكان ما الشرف معناه إن حد لازم يختفي. عرفت اللي حصل في مكتب جنسل المقفول ده بعدين من سجلات العيلة ومن كلام الناجي نفسه. نائب رئيس الجمعية كان محذرني، وقبل ما أوصل حتى للبوابة الخارجية أدمون كان خلاص أصدر أمره بقتلي. أدمون جنسل جبر بو إن هو يركع ركبه، وخد ابنه الصغير كان وارم من كتر الضرب والعقاب. بص للإصابة مرة واحدة وبعدين ركز في اسم العيلة، حط مسدس على المكتب وكلم عميل مأجور وقال له كاسفيرا كندر لسه سايب العزبة، حصله وخلي موته يبان كأنه حادث. العميل وطى راسه وقال له تمام من غير شهود ولا أي علاقة تربط الحادث بالعيلة. بو رفع عينه بشفة مشقوع وقال له يا والدي ده مجرد طالب. فأدمو مسكه من الياقة ووقفه بالعافية وقال له انت اللي اديت الطالب ده المسرح بتاعنا وحطيت اسمنا ورا ادعاء الجسور، وبعدين هجمت عليه لما اثبت انك غلطان. بو حاول يفلت منه وقال له هو احرجنا قصد. فأدمو زعق فيه وقال له انت اللي عزمته وفضلت تتكلم بعد كل تحذير مني، ودلوقتي العلماء بيشككوا في سجلات العيلة دي دفنتها وخبيتها الأجيال. أدمون زقبوه ناحية الكرسي، واحد من الحرس مسكه والتاني بص للناحية التانية. أدمون خبط في المكتب خبطة قوية خلت المسدس يترجى وقال له الطالب ده دمر سلطة ب100 سنة في سهرة واحدة. الاعتذار العلني ده خلص مجرد ما ركبوا الكارتة. الرد الحقيقي لأدمون كان خلاص محطوط على المكتب. فجأة واحد اتكلم من عند الباب وقال له انت بتحاول تحل مشكلة ابن تاني بابنك تقتله وتخفيه. ثانية السنجلي دخل المكتب كان عنده 27 سنة وهو ابن أدمون الكبير واخو بول الكبير. سيلفر جيت كلها كانت فاكراه مات من 3 سنين. العميل رجع لورا من الصدمة وقال له ناسيال انت لسه عايش؟ ناسيال قفل الباب وراه وقال له صوتك باين عليه الإحباط. وش أدمون جاب ألوان وفكك كل ذرة دم فيه وقال له انت موت. ناسيال رد عليه وقال له الرجالة اللي بعتهم سابوني وانا موت فعلا، بس ما كانش عندهم اخلاص في شغلهم. العميل تنح له وقال له انا شفتك وانت بتقع بنفسي. الاعتراف ده كان ماشي مع سجلات العيلة، ونفس العميل ده هو اللي ساعد تنفيذ امر أدمون القديم. سانيال بص للمسدس وقال له انت برضه مشيت قبل ما تتأكد من شغلك وتخلصه. بو نفسه بقى قصير وضح، كان بيتعامل مع اسم عيلة الجنس اللي بيخليه فوق القانون ومحدش يقدر يلمسه، ودلوقتي شبه العيلة الميت واقف بينه وبين الباب. سانيال بص لأدموند وقال له كازافيرا كندر ده شخص غريب بالنسبة ليا، هو اداني فتحة وفرصة. أدموند مد ايده للمسدس بس سانيال مسك معصمه ولواه على جنب واخد السلاح منه قبل ما أدموند حتى يرفعه. فك الذخيرة منه وحط القطعتين ناحيتين عكس بعض على المكتب وفضل مثبت ايد أدموند مفروضة على المكتب. البطريق العجوز ده أمر بقتل بإيد واحدة، وابنه المفروض ميت سيطر على الإيد دي في ثواني. صوت سانيال فضل بارد وهو بيشاور على الدواليب المقفولة وقال له انت كنت عارف ان طريق الجسور ده مستحيل ودفنت التصحيح وسبت أجيال تجري ورا الكذبة دي. هددت علماء ودفنت أبحاثهم وهجمت على أي حد ممكن يفضح مدرسة الأرقام الصحيحة، واستخدمت نفس الأسلوب ده معايا أنا كمان. أدمون حاول يقاوم ويسحب إيده بس سانيال ما اتحركش من مكانه. قعد يبص للدواليب والأدمون وسأله تصحيح إيه. أدمون زعق فيه وقال له كفاية بقى. سانيال بص للعميل فالعميل نزل عينه في الأرض، والرد ده كان كفاية لبو قبل ما أدمون يخترع أي قصة تانية. بو بص لأبوه وقال له أنت اللي أمرت بقتل سانيال. أدمون زعق وقال له أنت خليك بره الموضوع خالص. سانيال زق إيد أدمون بعيد ووقف بينه وبين قطع المسدس وقال له لا هو يفضل موجود. العيلة بنت قوتها وسلطتها على كذبة، فعليا لازم تحضر وتشوف نهايتها بعينها. أدمون عدل الجاكيت بتاعه وحاول يستعيد نبرة صوته اللي كانت بتتحكم في الخدم والعلماء والولاد الخايفين لعشرات السنين، وقال له انت فاكر ان فضيحة واحدة هتخلي البيت ده بتاعك؟ ثانية حط ختم العيلة اللي كان على مكتب أدمون قدام بو وقال له اثبات الجسور ده بقى علني والرقم المزدوج بقى علني وامر القتل بتاعك في شهود. تقدر تتنازل عن اللقب الليلة دي او تشرح ال3 حاجات دول قدام العيلة كلها بكرة. أدمون بص للعميل بس العميل بعد عنه وانسحب، وكده اخر واحد من الجمهور اللي بيأيده مشي. ثانية مسك ختم العيلة وقال له انا اللي هبقى البطريق وهفك كل العقد اللي كنت بتستخدمها كتير ليك، هكشف اللي كل السجلات بتثبته وهبني من جديد اي حاجة تقدر تعيش وتصمد. أدموند بص لبو قال له هتسيب الخاين ده ياخد ورثك؟ بو بص المسدس الفاضي وبعدين للعميل اللي انسحب وفضل ساكت خالص. ثانية حط الختم في كفه وايده وقال له ورثك كان عبارة عن كذبة وسط شوية خدم. أدموند شاور على سانيال وأمر الحرس ان هم يخرجوه بره، بس مفيش ولا واحد فيهم اتهز مكانه. العجوز قرر امره بصوت اعلى بس الاوضه فضلت ساكته تماما. سلطته انتهت خلاص قبل ما اي ورقه رسميه تتمضى. الكل كان اختار خلاص مين اللي بقى مسيطر على الباب ومين اللي ليه الكلمه. اكتاف أدمون نزلت لتحت شويه وده كان كفايه جدا كعلامه انتصار. سانيال دخل الاوضه كابن ميت وخرج منها وهو شايل ختم عيل الكسنجلي في ايده. أدموند فضل واقف جنب المسدس الفاضي والعميل ما خرجش ابدا عشان يقتلني. بعد كام يوم حياتي وجدولي رجعوا لطبيعتهم تاني جوه
الأوضة الفاضية في بيت البروفيسور لوريل هارجروف. لوريل نقلت الشنطة الوحيدة بتاعتي وشوية الكتب والهدوم اللي بملكهم لبيتها، ادتني مفتاح وفضت لي مكان لحاجتي، واتعاملت كأن الموضوع مجرد ترتيب أكاديمي وبس. الأوضة الفاضية كان فيها ملايات نظيفة وشباك حقيقي، مفيش جرادل تنظيف محطوطة جنب المخدة. صحيت في السرير وكنت خلاص هدور في المرتبة على أي مصاريف وأرسم مستخبية، لأن الأوضة نظيفة شكلها لسه مريب بالنسبة لي بعد ما كنت عايش في مخزن الأدوات. الهدوء برضو كان غريب. في أركاديا كانت العربيات وكارتات بتعمل دوشة وهي معدية من قدام المخزن قبل الشروق، بس في بيت روليل الصوت الوحيد كان صوت ورق بيتألف في الأوضة اللي جنبي. الشمس وصلت للمكتب اللي جنبي، كان في جريدة مفتوحة في كومة من الثبات. المانشيت كان كاتب اسم سانيال كجنسلي بصفته البطريق جديد، وخبر تاني تحته بيقول إن مدرسة الأرقام الصحيحة تم حله وتفكيكها. تحت الجريدة لوريل كانت مالية ورق كتير بكسور بتقرب من الجذر التربيعي الاتنين وبتموت وتفشل كل مرة. كانت بتشطب على تقدير معين وتحسنه وتشطب على اللي بعده. كل صفحة كانت بتخلص وهي أقرب للقط، بس مفيش ولا واحدة فيهم وصلت للنتيجة. الحبر كان مالي صوابعها، وكان في كوباية باردة محطوطة جنب آخر ورقة. راسها كانت عاملة علامة خفيفة في ورقة من كتر ما النوم غلبها في الآخر فوق الورق. من الواضح كانت شغالة طول الليل. ركنت الجريدة على جنب ومسكت آخر ورقة هي عملتها. روليل كان ممكن تسيب رقم الشيطان ده ليا أنا حله، بس هي فضلت تملى كل ورقة طولها قبل ما النوم يغلبها. سمعت صوت خطوات تقيلة في الطرقة. لوريل ظهرت عند الباب وهي لابسة قميص نوم واسع تحت روب سايب، وشعرها كان منكوش في كل حتة. عينيها كانت نص مفتوحة، وحزام الروب كان سايب ومدلدل. بص، أنا كان عندي 22 سنة ولسه ساكن جديد، وكنت مهتم جدا بموضوع التواصل البصري المحترم ده، فالسقف وقتها أخد اهتمام كبير مني وفضلت باصص له بتركيز. لوريل كانت هتتجنن مني وبتقول إنك خبيت عني نوع كامل من الأرقام، ده في رقم واحد دمر مدرسة كاملة بحالها. رحت رادد عليها بكل برود وقلت ليها المدرسة دي أصلا كان فيها مشاكل في الخرسانة والأساسات. قربت مني وبصت في نفس الاتجاه اللي باصص فيه وقالت لي أنت بتبص على السقف بتركيز كده ليه؟ قلت ليها الصراحة السقف معمول بمزاج وصنعت معلم بجد. لوريل بصت لنفسها وفجأة النوم طار من عينيها، وفي اللحظة دي مناخيري خانتني ونزلت نقطة دم دافية على شفايفي. روليل ما كذبتش خبر وراحت مدياني قلم معتبر على وشي وقالت لي يا منحرف. فضلت قاعد مكاني وماسك وشي وهي بتلم الربع عليها وجريت على الطرقة. تخيلوا بقى الأستاذة الجامعية الجامدة دي خلتني بات عندها في البيت، ودرست الرياضيات بتاعتي طول الليل، وفي الآخر صبحت عليا بقلم قبل الفطار. العيشة معاها إيقاعها سريع جدا بجد. بعد دقيقتين رجعت لوريل وهي لابسة لبسها العادي ووشها أحمر زي الطماطم، وحطت حتة قماش على مناخيري وقالت أنا آسفة. كانت رد فعل تلقائي. قلت لها رد فعلك ده مستوى احترافي بجد. روليل وهي بتعدل القماشة قالت لي افتكرتك بتبص عليا، فاعترفت ليها فعلا اني كنت ببص. روليل عينيها ضيقت كده فرفعت ايدي وقلت لها كمان شخصيتك وانت لسه صاحي من النوم مش وحشة خالص، ايدك بتبقى خفيفة شوية بس الروب ده لسه خطير. روليل ضغطت بالقماشة جامد على مناخيري وقالت لو نطقت كلمة كمان هجرب فيك رد الفعل التلقائي ده. وفضلت تعالج مناخيري وهي بتهددني بالجولة التانية، وانا اعتبرت ده تقدم في علاقتنا. هربت منها على المطبخ وقررت ادفع ايجار قعدتي بالاكل. الارض دي علمتني رياضة وعلوم وفطار واحد بس يعتمد عليه. كسرت البيض في الطاسة وحطيت عليه طماطم متقطعة وقلبتهم في بعض. روريل وقفت ورايا ومربعة ايديها وبتقول طماطم وبيض. بتقول لها كأن علمك ده هو اللي اكتشف التوابل ومكشرة، وبتقول انهم ما ينفعوش مع بعض. قلبت البيض وقلت لها هايلي قالت نفس الكلام ده عن الحجارة اللي بتقع. روليل قربت مني وقالت انت بتقارن الفطار بقوانين الطبيعة. قلت لها انا بحمل الفطار من الافكار القديمة الموروثة. نقطة صلصة وقعت على قميصي. لوريل راحت مطلعة صوب بلسانها كده وجابت حتة قماش ومسحتها بنفسها، ووقفت قريبة مني لدرجة ان انا نسيت اتصل ثانية واحدة كانت هتودينا في داهية. لوريل خدت بالها وضحكت وقالت لي سرحت تاني. قلت ليها في دفاعي ان الاستاذة بتاعتي عمالة تعمل امتحانات عملية طول الوقت. بعدت وهي بتضحك والبيض كان يتحرق عقبال ما فوق. غرفت الاكل وروليل فضلت تبص للطبق. كانت الطماطم دي نصابة. وبعدين دقت اول قطمة الشوكة وقفت في ايديها وراحت واكلة التانية والتالتة واعترفت ان الاكل طعمه حلو فعلا. قعدت قدامها وقلت لها قولي لي وانت ممتنة كده. روليل سحبت طبق الغرف ناحيتها وقالت ده حلو بجد لدرجة تخوف. خلصت طبقها وطلبت تاني. شلت بقية البيض لوقت تاني وبصيت في الساعة وجريت قبل ما روليل تخليني اشرح ليها ارقام الشيطان على الفطار. الطبق بتاعي فضل زي ما هو جنب البوتاجاز ما لمستوش، وعقبال ما وصلت اركيديا بطني فكرتني ان فكرة اكل الاستاذة ده كمان المفروض تشمل اني اكل نفسي. اول حصة لقيت سانيال بقى فرجة الجامعة كلها. نص المدرج بيتكلم عن الواد الوسيم اللي رجع وخد عيلته، والنص التاني بيجادل في العبقري المجهول اللي حل لغز الكباري السبعة وطلع لهم رقم الشيطان. هايلي عليك جنبي وكان لسه في ايديها حظاظة الدبدوب. لما شافتني ببص عليها راحت مغطياها بالكم وقالت لي نسيت اقلعها. قلت لها انت ناسياها بقالك كذا يوم. هايلي راحت
راحت مطلعه نوت المذاكره فوق الحظاظه وقالت لي قول لي القيمه بالظبط. قلت لها صباح الخير الاول، رقم الشيطان يا اكسافير. هايلي قربت مني وقالت انا خسرت 10000 دولار في اخر سؤال جاوبت عليه ومستعد ادفع 8 سؤال كمان. قبل ما ارد كانت فيرونيكا اشكوم دخلت المدرج. البنت الجريئه اللي في سنه ثالثه شافتني وابتسمت وبعتت لي بوسه في الهوا. الرجاله كلهم فضلوا مراقبين البوسه بعينهم كانها تعويذه ماشيه في الجو. هايلي راحت لقطتها بايديها ورميتها في الارض. فيرونيكا ضحكت ليها وقالت رد فعلك سريع هايلي. هايلي كانت قافله ايديها جامد وقالت لها شوفي حد تاني. فيرونيكا سندت على المكتب وقالت لها ما انا شفت، بس هو رافض ياخد دروس رياضه خصوصيه. كل الرجاله اللي حوالينا بصوا لي نظره غل وتعب كانهم شايفين واحد بيضيع حظ من ذهب. اريا هويل زميلتي القديمه كانت قاعده ورايا بصفين وبتراقب الخناقه وبتبص ليا بتركيز وهي الوحيده اللي عينيها عليا والناس كلها مع فيرونيكا. فيرونيكا مالت على مكتبي وقالت لي هتقول بقى مين اللي اقترح رقم الشيطان. بطني صوتت وطلعت صوت رد عالي بدالي. فيرونيكا بصت لي وقالت هو العبقري القومي نسي يفطر. قلت ليها انا اتبرعت بالفطار للبحث العلمي. راحت مطلعه رغيف عيش متغلف من شنطتها وقالت لي اقبل التمويل الطوارئ ده. جيت امد ايدي اخد العيش، هي راحت ضربه ايد فيرونيكا وحطت عيشها هي على مكتبي وقالت لي هياكل بتاعنا. فيرونيكا رفعت حاجبها وقالت لها هو انت بقيتي مشرفه التغذيه بتاعته. هايلي زقت العيش بتاعها وقالت لي اختار يا اكسافير. المدرج كله سكت. روري نزل الفطار بتاعه بالراحه عشان فهم ان الجو مكهرب. واحد من ورا همس وقال لي اختار فيرونيكا والتاني رد عليه وقالت هايلي احسن. الموضوع ما بقاش اكل، دول ستين كبار حولوا لقمه عيش لاختيار علني قدام الكل والكل بدا ينحاس لطرف. كنت جعان لدرجه اني بوظت الدنيا. خدت عيش هايلي بايده وعيش فيرونيكا بالايد التانيه وحشرت الاتنين في بقي مره واحده. ابتسامه هايلي اختفت وضحكه فيرونيكا وسعت. حاولت امضغ العيش والعيش بدا ينفش في بقي. كرامتي ضاعت وبقيت احاول اتنفس بصعوبه. روري خبط على ظهري مرتين وكنت احدف العيش كله على مكتب الدكتور. هايلي زعقت وقالي كان ممكن تختار واحده. بلعت بالعافيه وقلت لها انا اخترت الغدا. فيرونيكا قربت مني ومسحت فتفوته عيش من على خدي بصبعها وراحت لهت الفتفوته دي وهي بتبص لاسيا بكل تحدي. الصف كله بطل يذاكر وهايلي قامت فجاه من على الكرسي واتنطرت لورا وقالت لي هتقابلني بره المدرج وشاورت على فيرونيكا وقالت لوحدنا. فيرونيكا شاورت لي بدلع وقالت ليا هو بيتعب مع الكلمه دي. هايلي خرجت وهي بتولع نار قبل ما قدراتها السحريه تتدخل. روري مسك كتفي اول ما الباب قفل وقالت انت عرفت فيرونيكا اشكون فين وليه بتمسح الاكل من على وشك. قلت له بالرياضه المتقدمه. روري بصلي وقال لي انت عايش عيشه غير عادله وظالمه بجد. اريا كان لسه بتراقب. هايلي عايزه تفسير بعد الحصه دي وروري عايزه تفسير دلوقتي واريا شكلها ما بقتش مصدقه اي هبد بقوله. حرب العيش دي كملت معايا للحصه اللي بعدها. الاستاذه روليل هارجروف معديه من جنب مكتبي وراحت حاطه لقمه عيش كلتة جنب الورق بتاعي وكملت شرح ولا كأن في حاجه غريبه حصلت. هي عارفه اني ما فطرتش عشان احنا الاتنين عايشين في بيت واحد دلوقتي. هايلي شافت وفيرونيكا شافت واريا اكتر واحده ركزت. بصيت للعيش وقلت ده بقى موضوع منظم. بطني كانت عايزاه بس اللقمتين اللي فاتوا كانوا هيخنوني. روري مال عليه وقال لي الاستاذه بقت بتاكلك دلوقتي. قلت له دي بتلحق حاله طوارئ طبيه. قال لي انت كنت هتتخنق عشان في 2 ستات زي القمر بيتخانقوا عليك. قلت له بالظبط بيتعمل خطره. روري وطى صوته وقال لي عرفت فيرونيكا فين. قلت له انا بقطع حته صغيره من عيش لوريل عرفتها في تبادل كجنسي للرياضه. قال لي تقصد التبادل اللي العبقري المجهول بهدل فيها الك جنسلي. قلت له انا كنت هناك عشان البوفيه المفتوح. روري بص ليا وللعيش. رد الاولاني كان يشكك بس موضوع الاكل خلاه يصدق ويهدى شويه. واحده زميلتنا شعرها بنكي لفت وقالت لي انت كنت في عزبك جنسلي مين هو الرياضي الشاب ده. قلت لها فاتني العرض. البنت مالت براسها وقالت ازاي. بلعت العيش وقلت لها كان جالي اسهال عذر ملوش اي كرامه بس ده اللي جه في بالي. البنت بربشت بعينيها وروري غطى وشه. كملت وقلت ليها كان اسهال عدواني جدا جالي في وقت زي الزفت وكنت بحارب عشان اعيش. البنت اتضايقت لثانيه وبعدين قربت وقالت طيب ما تذاكر لي انت. عيلتي عندها قصر جنب الكليه وهيبقى عندنا خصوصيه. روري بصت لها وقالت لها الدعوه دي ما فيهاش اي ريحه الرياضه. البنت ضحكت وقالت انت كمان ممكن تيجي يا روري. روري اتعدل وقال انا سحبت اعتراضي خلاص. الناحيه التانيه اريا قفلت الكتاب بتاعها جامد. صاحبتي القديمه الخجوله شافت الرياضه والسحر بتوعي وقابلت واحد متغطي في تقديم الجمعيه وكان عارف اسمها. ودلوقتي في 3 ستات حوالين مكتبي وقصه الاسهال دي خلت شكلي مذنب اكتر. بعد الحصه هربت من تحقيق هايلي لساحه تدريب فاضيه ورا مبنى المحاضرات القديم. كنت عاوز خصوصيه اجرب التحكم في 9 كرات نار. اريا كانت مراقباني وجت ورايا لسبب تاني خالص. فجاه لقيت حد متغطي ظهر من ورا عمود وحط آلة معدنيه حاده عند رقبتي وقال لي ما تعملش اي سحر يا اكسافير. عرفت صوت اريا فورا وقلت ليها ده يعتمد هي المعلقه دي مسحوره. اريا كشرت وقالت دي مش معلقه. قلت ليها شكلها محبط من مهنتها. اريا قربت البوز بتاعها وقالت لي لف بالراحه يا واد وشالت الغطا من على راسها. وشها كان باهت وغضبان ومجروح اكتر مما هو بيهدد. سالتني انت
انت مين؟ قلت لها اكسافير كندر. هزت راسها وقالت لي اكسافير اللي اعرفه ما كانش بيعرف يحل رياضه بسيطه. قلت ليها الناس بتتطور. ضيقت قبضتها وقالت اكسافير اللي اعرفه ما كانش بيعرف يطلع شرارة سحر. ابتسمت ابتسامه خفيفه وقلت ليها القوه والضعف ده شيء نسبي. اريا مسكتني جامد وقالت اكسافير اللي اعرفه ما كانش بيتكلم زيك، وعينه ما كانتش بتراقب الناس زي عينك، وانا متاكده انت كنت المتقدم اللي متغطي اللي عرف اسمي قبل ما يقرا الكارنيه. فضلت ترص التغييرات واحد ورا التاني. الرياضه اتغيرت، دمرت هدف سحري بعد سنين فشل. ورقه روس البحثيه خلت العلماء يجروا ورايا، والمتقدم اللي عرف اسمها في الجمعيه. اريا كانت عارفه اكسافير القديم كويس لدرجه انها لقطت كل تفصيله، وزله اللسان باسم الجمعيه كانت الخيط الاخير. اريا قربت وقالت لي انت ظهرت بعد ما هو اغمى عليه في المدرج، ومن وقتها فشل واختفى وشخصيته اتغيرت تماما. كل الادله بتقول ان في حد تاني دخل حياه اكسافير بين يوم وليله، وما كانتش تعرف هي صح قد ايه. قلت لها انا لسه اكسافير. قالت لي اثبت، وراحت ماسكه وشي من ناحيتين وفضلت تشد فيه جامد. بتشوف خدي وفكي ومنبت شعري وداني عشان تدور على اي خياطه او اي علامه سحر ماسك، والاله الحاده لسه في ايديها. حاولت اتكلم وشفايفي مشدوده، وقلت لها ده كده ممارسه طبيه من غير ترخيص، بطلي حركاتك انتي، كنت بتخلعي وشي. اريا شدت اكتر، رحت لف رجلي ورا كحيلها ونقلت وزني كله ووقعتها. هي فقدت توازنها في ثانيه، والمقوار اللي كان على رقبتي ده طار بعيد. لحقتها من ايديها ووسطها قبل ما تترمى على الارض، وفي لحظه كده كنا قريبين من بعض قوي. وشها كان قدام وشي بالظبط. الغضب اللي كان ماليها اختفى، وخدودها قلبت احمر دم. نزلت ايدي اللي فيها السلاح الاول وسالتها ببرود خلاص كده اختبار الوش خلص؟ بصت لايدي اللي حوالين وسطها وقالت ممكن تسيبني بقى؟ فضلت ماسكها وقلت ليها انت اللي لسه بتقعي اهو. سندت برجل واحده وقالت لي خلاص مش بقع. بصت لايدي وقلت لها عشان انا اللي ماسكك بس. عيني هديت التاني وعرفت ان اريا اللي اعرفها رجعت لشهوتها تاني. وقفتها عدل وفضلت ماسك ايديها لحد ما سابت المقوار يقع على النجيل. لمست خدي مطرح ما كانت حاطه السلاح وقالت وشك حي فعلا. قلت لها يا الف نهار ابيض، خبر يفرح. كمل الكشف عليا وقالت جسمك كمان حقيقي. رفعت ليها حاجبي وقلت لها الموضوع كده قلب شخصي قوي. بصت الناحيه التانيه وقالت انت فاهم قصدي، اختبار الوش ده عشان اتاكد انك مش متنكر، بس لسه السؤال الصعب موجود. ما قدرتش اقول لها ان وعي مدرس من كوكب الارض صحي جوه جسم صاحبها، وما قدرتش في نفس الوقت استغبى ذكائها. فقلت ليها الحته اللي تنفع تتقال. قلت لها وانا بحلم بفتكر حياه تانيه، عالم ما فيش فيه سحر، كنت بدرس فيه رياضه والناس بتسافر بين النجوم. رجعت بصت في عيني ووطت صوتها وقالت الحلم ده مستحيل يعلمك مساله روس المعقده دي. كملت كلامي بحذر. قلت ليها الحلم ده قعد وقت طويل لدرجه انها حسسني انها سنين، وفي حاجات في ذاكره الظافره واضحه وحاجات تانية ضايعه. انا فاكر امه وابوه وانتي وروري والاوضه اللي كنا بنقعد فيها، وفاكر العالم التاني ده برضه بمنتهى الوضوح. اريا كانت بتراقب وشي طول ما انا بتكلم، وقالت ان ظافره القديم كان بيوصف عالم ملوش علاقه بالسحر، وكان بيقول ان الناس هتبقى اقوى بالعلم والمعرفه. الذاكره بتاعت الجسم دي نفسه وانا ما كنتش فاكرها بوضوح غير لما هي قالتها. بصت للمقوار اللي على الارض وقالت ممكن تكون فقدت ذاكرتك بعد الحادثه والحلم هو اللي ملى الفراغات. هزيت راسي وقلت جايز فعلا. قربت مني ومسكت كومي وقالت يبقى بطل تخبي عليا اي تغيير يحصل لك، انا عارفاك من قبل ما الجامعه كلها تهتم بيك وانا هساعدك تفتكر. صوتها اتهز في اخر كلمه. حسيت في كلامها خوف حقيقي. هي شافت صاحبها بيتغير قدام عينيها والناس كلها بتهلل للتغيير ده. ما سابتش كومي غير لما وافقت. حسيت بذنب وانا بقبل ثقتها دي، بس وافقت عشان ده بيحمينا احنا الاتنين من حقيقه ما فيش حد فينا يقدر يثبتها. وقلت ليها شكرا ليكي. شاورت على المقوار وقالت انت كمان هتنسى اللي حصل ده وهتفتكر انه مجرب معلقه. ورزعتني شلوط في كاحل رجلي. بعد ظهر اليوم ده الجنس اللي وقفني في اكتر طرقه زحمه في اركاديا. الطلبه كانوا لسه بيوسعوا له الطريق رغم ان عيلته خسرت كبيرها ومدرستها وهبتها قدام الناس، بس ابوه كان لسه لابس اليونيفورم الغالي وشكله صامد. واقف قدامي وايده كانت متشنجه جنبه، وبعدين راح فارد ايده وظبطها على جاكيتته. وفجاه ابوه انحنى ليا. الطرقه كلها سكتت. طالب في سنه اولى كان شايل كتب واقف مكانه مبهور، واتنين من الكبار اللي كانوا بيوسعوا الباب قبل كده فضلوا واقفين مكانهم متنحين. روري طلع من الفصل واتصدم. ده نفس الشخص اللي كان بيطردني عشان يبعدني عن هايلي، واللي بعت ناس ورايا ببلطج عليا وخد شغلي وقلت دلوقتي وراسه في الارض قدام الطلبه كلهم اللي كانوا بيخافوا منه. بو قال وهو ضاغط على اسنانه ظافره كندر انا بعتذر عن تصرفاتي في العزبه. سبته منحني ثانيه زياده عن اللزوم اللي كنت استحقها وسالته انت اتدربت على الحركه دي؟ رفع راسه بابتسامه صفرة وعينين ناشفه وقال اخويا هو اللي امرني اعتذر. وطلع دعوه مبرشمه وقدمها بايده الاتنين وقال سانيال كيكنزلي بيطلب حضورك في اجتماع قومي للرياضه النهارده والدعوه ليك لوحدك. خدتها منه والختم كان بتاع البطريق الجديد. صوابع بو ما سابتش الورقه في ثانيه. سالته في مشكله؟ راح سايبها وقال سانيال شايف ان رقم الشيطان بتاعك يخص العالم كله. سالته انت ايه رايك؟ وشه اتشنج وقال انا بمشي ورا
ورا البطريق، وسع لي الطريق ومشي من غير ولا كلمه. روري ظهر في ثانيه اول ما ابوه مشي وانحنى ليا وهو بيهمس بوكنسل انحنى ليك، الارض لسه سليمه ما تهدتش. روري قرأ الدعوه من ورا كتفي وقال ده فخ تاني يا زفيره. طبقت الورقه وقلت له غالبا، بس لي روري بذهول وقال انت برضه هتروح. حطيت الورقه في جيبي وقلت ايوه. روري مسك راسه بايده وقال انت غرست البقاء عندك بقى بمجرد ديكور خلاص. ثانيا لغى امره وخد اللقب، وابوه هد مدرسه قدام الكل ودعاني بنفسه، وانا كنت عايز اجابات اكتر، كنت عايز امان، حتى انا كنت عارف ان ده غباء. بالليل رجعت لعزبة كيجنسلي. هايلي لقيتني في الصاله بتاعه المدخل وراحت قرصاني من ودني الشمال وقالت بزعيق كان المفروض تستنى. رولي كانت واقفه جنبها وباين عليها الارتياح. احنا دورنا عليك في الساحه القدامانيه، اوعى تختفي في عزبة العيله دي تاني. قلت لهم انا جيت من البوابه الرئيسيه. هايلي ردت ما هي دي الاماكن اللي فيها الفخاخ بتستناك. فيرونيكا قربت مني من الناحيه التانيه وقعدت تلعب في ودني التانيه وقالت ده عنده ودنين، او انت طمعانه قوي يا بنت يا هايلي. هايلي شدت قبضتها وقالت سيبي انت. فيرونيكا ضحكت وقالت سيب انت الاول، وبتوقف بين ستين زي القمر بيتخانقوا على ودني كاني عيل صغير. لوريل كانت بتبص للوفد الاكاديمي بتاعها وبيفقد وقاره تماما، وفي الاخر راحت ضربه ايديهم الاتنين بعيد وقالت احنا هنا عشان اجتماع ثانيه وزفيره محتاجوا دانو عشان يسمع الكلام. هايلي جت على شمالي وفرونيكا على يميني، ولوريل مشيت قدامنا قبل ما حد فيهم يمسك فيا تاني، ودخلنا كلنا قاعه الاجتماع. لوحه الكباري السبعه كانت اختفت، وقفت انا ولوريل قدام برونز فاضي على الحيطه، الحته اللي عيله كيجنسلي كانت بتعرض فيها اكبر انجازاتها لسنين طويله. بصت لوريل للبرونز الفاضي وقالت اكيد ثانيه اللي هو اللي شالها. سالتها هو انت كنت تعرفيه؟ قالت وهي بصه للحيطه كان زميلي في الفصل وكان مهتم بالرياضيات اكتر من اي حد عرفته، والجامعه كانت ناويه تعينه بعد التخرج بس هو اختفى من 3 سنين. بصت لملامح وشها وسالتها كنت فاكره انه مات؟ سكتت لحظه وقالت بعد اول سنه الكل افتكر كده. هايلي مدت ايديها تمسك ايد لوريل بس وقفت لما لوريل وقفت مفروضه لوحدها وفضلت باصه للحيطه الفاضيه. دلوقتي عرفت ليه هي كانت بتقرا الجورنال بتركيز قوي كده، البطريق الجديد كان زميلها اللي فقدته. هايلي بصت لينا وقالت عمره ما اتصل بيكي. لوريل ردت ولا مره. ابتسامه فيرونيكا راحت وقالت يبقى اعتراف النهارده ده موضوع شخصي لنص اللي قاعدين في القاعه ورايا كانت مليانه علماء ومسؤولين وعائلات كبيره، وكل اللي بيدخل كان بيشوف الحيطه الفاضيه قبل ما يشوف سانيال سابنا مستنيين كذا دقيقه وبعدين اعترف ان التاخير ده كان مقصود وقال ابوه في الاوضه اللي جنبنا للتشويه اللي بيخلي الدخله احلى وشبه الموضوع بموعد غرامي. بو ما ضحكش على كلامه. سانيال قال لبو كان واقف متشنج انا مش ابونا. بو بطل مجادله ووقف ورا اخوه، وبعدين سانيال سال سؤال واحد زفيره جه. بو رد ايوه. ثانيه امر الحراس يفتحوا الابواب والبيبان الكبيره اتفتحت قبل ما حد يطلع اشاعه جديده، ودخل سانيال كجنسل لوحده وكان لابس ختم العيله اللي كان في ابوه من كام يوم بس، وبو كان ماشي وراه بكام خطوه باصص في الارض. سانيال وصل للمنصه وبص للناس كلها وانحنى وقال اسمي سانيال كجنسلي، انا البطريق الجديد، وقبل ما اطلب منكم تثقوا فيا هشرح لكم التاريخ اللي كان مستخبي. دخل في الموضوع على طول من غير مقدمات ومن غير ترحيب. واحد من الخدم حط جواب قديم على الترابيزه جنبه، الجواب ده اكد لي اثبات الكوبري بتاعي، قال له ان الطريق ده مستحيل يكون موجود. دلوقتي القاعه كلها كانت هتسمع ليه عن عيله كيجنسلي كانت بتدافع عنه طول الاجيال دي. سانيال قال ان اول بطريق لكيجنسلي هو اللي كتب الجواب ده بعد اول مره مشي فيها على الكباري ورا السطور المهمه. المؤسس كان فاكر انه عدى ال7 كباري مره واحده بالظبط ورجع لنقطه البدايه، بس لما رجع اللي عمله اكتشف ان ذاكرته سقطت منه مره تكرار، يعني الطريق المشهور ده كان مجرد غلطه بشريه. سانيال سكت شويه وبو فضل باصص للارض، ولوريل مسكت الورق اللي في ايديها جامد شويه، وشويه علماء بصوا للبروز الفاضي، وبعدين سانيال قرأ التصحيح الاخير ان خزى المؤسس كان فوق طاقته، وقبل ما ينتحر كتب ان الطريق ده غلط وطلب من احفاده يكتشفوا الغلطه دي. مفيش حد نطق بكلمه. واحده كانت قاعده قدام نزلت ورقه دراسه الكباري من ايديها، وعالم عجوز قعد ببطء وبو غمض عينه لما سانيال قرأ الطلب الاخير. الراجل غلط غلطه واحده وحاول يصححها، بس الاجيال اللي بعده اختاروا ان هم يعيشوا في الكذبه وموته كان يستحق الحقيقه اللي احفاده حرموه منها، ودي كانت حاجه الوحيده اللي كانت في اسطوره كيجنسلي اللي تستحق الدفاع عنها. سانيال حط الجواب ده على الترابيزه وقال عيلتي خبت الورقه دي وقالوا ان موته كان حادثه، وحاولوا تصحيحه الاسطوره وبنوا مدرسه الارقام كلها على الهيبه الاسطوريه اللي عملها. عالم من اللي قدام وقف وسال بطريقك كان عارف؟ سانيال رد بطريق مسك السجلات المبرشمه دي. ضيف تاني سال اذا كان البطريق القديم عارف الموضوع ده، وسانيال رد بوضوح ايوه. القاعه انفجرت بالطلبات عشان يشوفوا السجلات واتهامات سنين ضاعت من عمرهم، والتذكير بان سيطره سانيال ما تسمحش بالغلط. علماء طلبوا بفتح السجلات فورا، وتانيين سالوا كان مستقبل اتبنى على كذبه العيله دي كانت عارفاها. واحد من المحاضرين العواجيز في مدرسه الارقام قلع الدبوس بتاعه ورماه على الارض، والصوت خلى الكل يبص لسانيال تاني قبل ما يرفع ايده. سانيال استنى لحد ما الزعيق وصل للمنصه وبعدين انحنى وقال عيله كنزلي كسبت، وانا بعتذر من غير ما اطلب من حد ينسى وحل مدرسه الارقام
الارقام ده هو جزء من التفكير الذنب ده. اثبات العزبه كان اصلا مبوظ المذهب بتاعهم، ودلوقتي ثانيه اللي هو المؤسس اللي اتبنت عليه، ثانيه اللي امتص غضب الناس وسيطر على القاعه، كان باين انه شخص مفيد وخطير في نفس الوقت. وبعدين غير الدف وقال كذبه الكوبري دي كشفت فشل تاني في الرياضيات بتاعتنا، بتعتبر نسب الارقام صحيحه كامله بس قطر المربع يثبت ان الاعتقاد ده ناقص. خلى كلامه عن الجذر التربيعي قصير ونسخ الاثبات، يعني بتلف في القاعه فعلا. كمل ثانيه اللي قال اللي بتسموه رقم الشيطان ده حقيقي، وهو جزء من مجال رياضي اكبر من نظامنا الحالي مش قادر يوصفه. الناس سكتت خالص والاقلام بدات تتحرك. في الصف الاول الشيطان ده رقم كانوا بيتعاملوا بيه معاه كانه خرافه ممنوعه. ثانيا خلاه فرع شرعي من فروع الرياضه العلماء لازم يطوروها. وبعدين شرح ازاي وصل لتقارير بو اللي كانت كاتبه اسم طالب والفقير في سنته الاولى، واللي بيمشي مع هايلي، وبحث روليل عن روس اللي كان عليه اسمي كصاحب البحث، والشهود من العزبه وصفوا مين اللي رسم رسمه الكباري دي، والمربع والسجلات بتاعه العيله اكدت مين اللي طالب الجامعه اللي بو طرده وهددوه. التلج اتدلق على الترابيزه وخلى كوبايه هايلي تبقى بيضه خالص من بره. هايلي بطلت تتريق على الرسمه ورسمت التلج وسحبت صباعها بسرعه وبصت لوش روليل كأن في شكوى رسميه لازم تتقدم عشان في قوه تانيه مستخبيه ظهرت. انا فضلت باصص لروليل وهي ردت وقالت انها تقدر تستخدم الميه، وان الرياح قوتها الاساسيه والميه هي القوه التانيه. معظم السحرة بيقضوا سنين عشان يتقنوا عنصر واحد، لكن اللي بيستخدموا عنصرين دول قليلين لدرجه ان العائلات القويه والمؤسسات الوطنيه بيجروا وراهم. روليل كانت لسه مخلصه بنى التلاجة البشعه بتاعتي قبل ما تخلص شرحها. لمست التلج وكان جامد وشكله متساوي ومنظم. سالتها واحده عندها القوه دي كلها بتعلم رياضه ليه في اركاديا. ابتسامه روليل اختفت ولحظه كده الاوضه بقت ابرد من صندوق التلج نفسه. بعدها لفت ناحيه البوتاجاز وقالت ان العشاء هيبرد، وسابت سؤال تاني ملوش رد. هايلي بصت لينا احنا الاتنين وفهمت ان وش روليل اتغير، واختارت انها تركز في الاكل. شافت الطبق اللي معمول بستايل الارض اللي حطيته على الترابيزه وقالت انا اموت من الجوع احسن. روليل خدت قطمه وفضلت تاكل. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده. للاسف ان الكاتب وقف ولسه الفصول الجديده ما نزلتش. اول ما ينزل باقي الاحداث هنكملها معاكم باذن الله من غير ما يفكم اي حاجه. ولو الحلقه عجبتكم ما تنسوش تدعمونا باللايك وتشتركوا في القناه. ولو لسه اول مره تشوفونا اكتبوا رايكم في التعليقات. مستني اشوف توقعاتكم للاحداث اللي جايه، ونشوفكم في الحلقه الجايه باذن الله. يلا سلام.